ان السكوتر عمرته بتبقى انجح. العمره ببساطه ان انت الموتور بعد فتره ما بيبدا السلندر او الجزء اللي فوق بيبدا يحصل فيه تاكل حوالين البستم، فبيبدا يعني يبوظ يعتبر. تمام. الاداء بتاعه بيقل ويبقى ضعيف. ففي الحاله دي احنا بنحتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها عمره او عمره فوق. العمره فوق دي ان احنا بنشيل السلندر ونحط سلندر تاني او نغير البستم بس. طيب الفكره ان السكوتر الجزء الخاص بالترانسميشن او الجزء الخاص بحركه النقل بيبقى في الجزء اللي هو الكلتش، حته لوحدها، الكلتش سيستم او ترانسميشن سيستم، والجزء التاني بيبقى الموتور، وده منفصل لوحده. فانا شايف ان هو بيكون اسهل في العمره، نجاحها بيبقى اسرع احسن بكتير. زائد ان العمر الافتراضي في المجمل بيبقى احسن، لان انت الموتوسيكل لو حصل فيه مشكله ميكانيكيه بتضطر تحل الموتور كله، بتحل التروس، بتحل الوش السلندر، بتحل كل حاجه. فلما بتحل كل حاجه، يعني ما اقصدش حاجه، بس اغلب اللي موجودين في مصر اللي بيشتغلوا في الموتوسيكلات اللي هي في فئه ال 300 سي سي مثلا او تحت الفئه دي، بيبقوا مش شاطرين قوي. فممكن تحصل غلطه ما وتلاقي مثلا حاجه مش متركبه كويس فالعمره تفشل، او تلاقي غلطه تحصل. والاجزاء الكتير دي مش بتلاقيها اوريجينال في مصر، فبعد ما بتركبها ما بتقعدش فتره طويله وبتبدا تلاقيها ان هي محتاجه تتغير.